طوابير أمام البنك الأهلي وبنك مصر قبل إيقاف الشهادات الجديدة، وأيضا إصدار شهادات 30% و27%، والعائد يصرف شهريا بالبنوك. تعال نشوف تفاصيل الفايدة الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد آخر اجتماع للبنك المركزي واللي قرر فيه تثبيت أسعار الفايدة، وأيضا بعدها قرار فيدرالي أمريكي اللي قرر تخفيض أسعار الفايدة 50 نقطة أساسي، وكانت ضربة كبيرة للسوق المصرفي. وتخفيض بعض البنوك المركزية العربية أسعار الفايدة بسبب ارتباطها بالدولار، وأيضا أدى إلى ارتباك وتخوف كثير من عملاء البنوك، وذلك لتخوفهم من تخفيض أسعار الفايدة من البنك المركزي. وأيضا هناك احتمالات دراسة إيقاف الشهادات الجديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر، وبالأخص الشهادات التي تم طرحها مؤخرا 27% السنوية و23.5% الشهرية، والتي تم التحدث عنها سابقا بأنه يتم دراسة إيقافها. اليوم الخميس أدى إلى تخوف كثير من العملاء وارتباكهم، هل يتم إيقاف الشهادات في الأسبوع القادم أم يتم الإبقاء عليه؟ لذلك بدأ كثير من العملاء بالربط على الشهادات المطروحة حاليا. وأيضا هناك شهادات بالبنوك تم طرحها في البنوك الأخرى مثل الشهادات 27% لمدة 3 سنوات، والعائد بيصرف شهريا مثل بنك القاهرة، لكن هنا العائد بيكون متغير. وأيضا حساب التوفير المطروح حاليا 30% بالبنك العربي الأفريقي، وأيضا عوائد شهرية 24% بنفس الحساب بالبنك العربي الأفريقي، وربع سنوي 24.5%، ونصف سنوي 25%، وسنوي 30%. لك هنا حرية اختيار للربط على أعلى عائد مناسب لك قبل تخفيض أسعار الفايدة للمرة الثانية من الفيدرالي الأمريكي، والذي سوف يؤدي إلى هبوط أسعار الفائدة من قبل كثير من الدول الناشئة ومنهم البنك المركزي المصري. انتظر منا باقي تفاصيل الشهادات القادمة، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك مننا إشعار من القناة.